ليت القلوب تغسل كما تغسل السيارة أو الطبق. كل شيء في الدنيا يتسخ، من السهل جدا أن نقوم بتنظيفه، ولا يوجد شيء يصعب علينا أن ينظف إلا القلب. القلب إذا اتسخ يلتصق، وطهره شاق، وأن تبيت كل ليلة وليس في قلبك غشا ولا حقدا على مسلم من أصعب الأعمال التي تؤديها وتتقرب بها إلى ربك وإلى نفسك. يا سيدي، راحة البال تلك التي ترضي نفسك، فإذا حمل قلبك من الضغينة والحقد أول من يتعب إلا أنت من يتعب، وأنت من يعاني، وأنت ذاك الذي يفكر يمنة ويسرى. فلان قال وددت لو قلت كذا، فلان فعل وددت لو فعلت معه كذا. تتعب. فأول المستفيدين من راحة قلبك وتنظيف قلبك هو أنت، من نعيم الجنة وأصلح باله. هل تعلم ما معنى صلاح البال؟ الله جعل نعيم الجنة صلاح البال، صلاح الحال، هدوء النفس، ونزعنا ما في صدورهم من غل. تصور إذا كان نعيم الجنة صلاح البال ونزع الغل، فما ظنك لو أخذت هذا في الدنيا؟ فأنت يا سيدي تنعم بنعيم الجنة. لو أنت أصلح الله بالك ونقى قلبك ونزع غلك، أنت تنعم بنعيم الجنة. نعم، ربما العفو شاق. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه غضب على ذاك الرجل الذي تكلم على ابنته عائشة وقطع عنه النفقة، فقال الله عز وجل لأبي بكر: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: أحب، فأعد الصدقة. فعلى قدر غفرانك للناس على قدر اتيان مغفرة الله لك، وعلى قدر عفوك عن الناس على قدر عفو الله عنك. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قاعدة نبوية جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تطرق أسماعنا وقلوبنا. على قدر عفوك عن الناس يمنة ويسرى على قدر احتواء الله لك. يا سيدي، لا أحد يحيا سالما من الناس، فالناس تؤذي وتتكلم وتوجع وتنتقص وتغتاب وتنم، ولا أحد يكاد أن يسلم من أنياب الناس ولا من ألسنتها ما سلم الأنبياء وما سلم رب العباد. فلا تطالب أنت بالسلامة من الناس. لو جلست لوحدك في منزلك متقوقعا على نفسك وأغلقت كل الأبواب والنوافذ وانقطعت عن الناس، لقالوا عنك أنك متوحد، تعاني من مرض نفسي انطوائي. هكذا طبع الناس. ولو أطلقت العنان لنفسك وخالطت الناس وذهبت يمنة ويسرى ومازحت هذا وتكلمت مع هذا، لقالوا انظر إلى ذاك المهرج الذي ذهب ماء وجهه وذهبت شخصيته وضاعت هيبته، وهو يكلم فلان وفلان ويمازح فلان وفلان. ولو أصبحت توازن، تارة تكن في محمل الجدية وتارة في محمل المزاح والتكلم مع الناس، لقالوا عنك نفسية. انظروا لهذا النفسية والمزاجي، يوم معنا ويوم يغادرنا. هكذا الناس. فأعظم من تشتري يا سيدي هو أن تشتري راحة بالك، وأعظم من يستحق الراحة هو القلب. أحبب من شئت لكن لا تكره أحد، أحبب من شئت لكن لا تكره أحد. انوي الخير فأنت بخير ما دمت تنوي الخير، انوي الخير فأنت بخير ما دمت تنوي الخير. اطرد الكراهية كأنها فيروس، اطردها من صمام قلبك، لأنها إذا دخلت أثرت على أعضائك. العقل سينشغل بالكراهية، حتى السلام سينبت كراهية أن رأيته وصافحته، حتى النظرات ستنبعث من الكراهية. الناس تكاد تجزم أنك تكره فلان من نظرة عينك، والناس تجزم أنك تحب فلان من نظرة عينك. فإذا كانت العين تتأثر بالمحبة والكره، فما ظنك القلب والعقل والسمع؟ إن كرهت فلان لن تسمع منه ولو كان يقرأ القرآن. هكذا طبيعة الناس. إن كرهت فلانا من الناس لن تسمع منه كلمة ولو كان يقرأ كتاب ربنا. وإن أحببت فلان
ستسمع منه كل شيء ولو كان يتغنى بمزامير السحرة. هكذا طبع الناس. لهذا اشتري راحة بالك وانطوي على نفسك وعش سالم الصدر. هذا الذي نريده. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو؟ لأنه عنده هم أعظم، دعوة، إنقاذ الناس من النار. كان لا ينظر لأبي لهب ولا لأبي جهل الذي يشتم ويسبه. لم أسمع ردا واحدا من رسول الله لأبي لهب. لم أسمع شتيمة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن شتموه وعابوه وسبوه وقذفوه. عندهم أعظم، لم ينشغل بتوافه الأمور، عندهم أعظم. حتى الله عز وجل عاتب نبيه: لعلك باخع نفسك. تقتل نفسك أنت، تقتل نفسك عشانهم. عاتبه: لا ترهق نفسك لأحد ولا تقتل نفسك لأجل أحد، عش ملكا لذاتك. الله عاتب نبيه سيد المرسلين إمام المتقين محمد عليه الصلاة والسلام، عاتبه لأنه كاد أن يهلك نفسه من أجل الناس أنها لا تؤمن، فعاتبه الله أن لا يهلك نفسه من أجل هؤلاء، لأنك إن أهلكت نفسك من أجل هؤلاء ضاع الهدف. وهدفنا في هذه الدنيا بعد أن نعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هدفنا أن نسعد. فالدنيا خلقت لنا بأنهارها وبحارها وسمائها، فلن أجعلك أنت من يحجب عني نور الشمس ولا سعة السماء ولا جمال الأرض. سأحيا لذاتي، نعم، ليست أنانية، لكن لا أحد يستحق أن يشغل ويكدر حياتي من أجله. لهذا علموا أنفسكم أن القلب يبقى نظيفا، فإن بقي القلب نظيفا سلمت سائر الأعضاء، سائر الجوارح. نحن نعاني يا سادة، نحن نعاني من الناس وكلام الناس، ولا أحد يسلم من الناس، وكلنا يحفظ قصة جحا مع حماره وابنه، كلنا يحفظها، لكن كلنا لا يطبقها. عش سالم الصدر، وانظر لدنياك وانظر لذاتك. أولى الناس أن تنظر إليه هو نفسك. أبصرها بعين الرحمة وقل لها: أنت أحق من تستحقي أن تحيي في هذه الدنيا. كلمة تؤذيك تفقد منها النوم ولذة الطعام والشراب، والذي ألقاها لا يبالي بك، وربما نسيها، ولو راجعناه بها لقال لم أقل، وأنت تحترق كمدا وقهرا من هذه الكلمة. أحدهم ينظر إليك بازدراء ثم تتركه وتذهب فتبقى تحترق لأنه نظر إليك بازدراء. هو عبر عما في قلبه من حقد وكراهية، فعبر عما في قلبك من نقاء وصفاء وقل: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فاصل ونعود. مرحبا بكم من جديد يا سادة. فلهذا نحن سنحيا مرة واحدة. أنا دائما ما أردد حتى مع أحبتي وأصدقائي، أقول لهم: نحن سنحيا مرة واحدة. أكثر ندم سيعترينا إن لم نحيا الحياة. معنى الحياة ابتعد عن حرام، أنا أقول ابتعد، لكن عيش حياتك. نحن سنندم كثيرا حينما نمسك تلك العكاز نتكئ عليها وينحني ظهرنا ونحن لم نحيا الحياة. لم نحيا الحياة. يتقدم بنا العمر ونهاب الناس. ماذا سيقول الناس؟ مريم يا سيدي أطهر منك حسبا ونسبا وعرضا وشرفا، وقالوا عنها زانية. موسى عليه السلام أطهر منك وأنقى منك صدرا وقلبا، وعابوه وآذوه. محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الأمة قالوا عنه مجنون، وهو الصادق الأمين. يا سيدي لم يسلم أحد. عائشة زوج الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام اتهموها في عرضها، فالناس تتكلم. فلا تظن أن وقوفك عن حياتك سيجعل الناس تصمت. الناس تهوم وتحوم حول أي حادثة، تنزل عليها، تأكل الحادثة أكلا بالكلام، ثم تطير تبحث عن حادثة أخرى. فلا تكن ولا تكترث بأحاديث الناس، واجعل أجمل